اهلا بيكم، عاملين ايه؟ فيديو النهارده من ضمن فيديوهات الزراعه. نقدر مع بعض النعناع. يعني ايه هنقدر؟ يعني بنجيب فروع نعناع زي كده بنشتغل فيها بطريقه معينه بحيث ان هي تطلع جذور، فنعرف بعد كده نزرعها في التربه. ويبقى عندنا شتلة نعناع جاهزه في البلكونه ناخد منها في اي وقت. طيب، اول حاجه علشان نعرف نقدر النعناع لازم نجيب فروع. لازم يعني الربطه اللي هنجيبها بتاعه النعناع لازم تكون فيها فروع تخينه زي كده. يعني شوفوا الفرق كده ما بين دي ودي. شوفوا دي رفيعه ازاي ودي تخينه. فاحنا هنختار الفرع التخين ده. اول حاجه لازم نختار فروع تبقى تخينه اهي. طيب، دي اول حاجه. تاني حاجه هنحتاج معانا ازازه يكون فيها ميه لاخرها بالشكل ده، ايا كان بقى حجم الازازه مش فارقه. وهنجيب الفرع ونسمي الله ونقول بسم الله. نقسم الفرع يكون مثلا ايه، ممكن نقسم الفرع على 3 لو فرع كبير قوي. بسم الله. ممكن ده يتقسم على 2 واشيل الحته بس اللي فوق دي اهي كده. هعمل ايه في الفرع الصغير ده؟ هشيل اللي تحت، هشيل الورق اللي تحت. طبعا الورق ده مش هيترمى، هنحطه في كوبايه شاي وعادي جدا مفيش مشكله. اهو هيبقى بالشكل ده، يبقى فيه بس كده ورقتين او 3 فوق ومفيش اي ورق تحت. وهنيجي من تحت، بصوا كده معايا، هنيجي من تحت نخليها مايلة، نقصه بميلان كده اهي. بس كده بقت بالشكل ده كده. ونحطه في الازازة. ناخد بالنا ان احنا لما هنحطه في الازازة او اي حاجة تبقى ضيقة، ما تبقاش واسعة، ما يبقاش الفوهة بتاعتها من فوق واسعة، تبقى ضيقة. وهنجيب كل الفروع الصغيرة نعملها بنفس الطريقة. المهم الفرع ما يكونش طويل قوي، يبقى بالحجم ده تقريبا. معرفش يعني ده قد ايه، ممكن ده يبقى 10 سنتي تقريبا. هنفضي من تحت ونسيب بس ورقتين فوق، ونخلي القطعة بميلان اهي ونحطها. هعمل بقى كذا فرع بنفس الطريقة. ريحته اصلا تحفه، ريحته جميله جدا. ان شاء الله تنجح معانا ويبقى عندنا شتلة نعناع حلوه في البلكونه. انا ممكن اكتفي بالكميه ديت اهي. اعمل واحده كمان، ممكن اعمل واحده كمان. بس كده تمام. انا هكتفي بالكميه ديت. هحطها في ارضيه البلكونه، في مكان ظل ما يوصلوش شمس. تمام كده. يبقى هو هيتحط في ارضيه البلكونه في مكان ظل ما فيهوش شمس، وكل ما الميه تقل هزودها لحد ما يبدأ يطلع جذور. وهتابع معاكم الايام اللي جايه وان شاء الله تطلع جذور وتنجح. شوفوا ديت بعد تقريبا 4 ايام اهي. الكاميرا بس بتبكسل. بعد 4 ايام تقريبا بدأت تطلع جذور اهي، ما شاء الله كلها مطلعه. بس هنسيبها لسه الجذور تكبر اكتر من كده شويه، وبعدين نشوف هنعمل معاها ايه. طبعا الايام اللي فاتت كل ما الميه كانت بتقل برجع ازودها تاني اهي. مش عارفه الجذور واضحه معاكم ولا لا اهي، اللي هي البيضه دي. وجينا بعد تقريبا اسبوع او 10 ايام، يعني انا تقريبا سبته بعد ما بدأ يطلع جذور اسبوع 10 ايام تقريبا يعني، او اكتر كمان لان كنت نسيته شويه. فهوريكم دلوقتي الجذور وصلت لفين. عشان دي بايظه. شوفوا ما شاء الله
الجذور قويت وبقت كويسة جدا. هنشيل بقى دي خلاص مش محتاجينها. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنشوف كده فرع فرع ونشيل اللي هي الورق اللي مش مظبوط فيه اهو. دي تمام ودي تمام. اشيل الورقة اللي تحت دي اهي. انضفها من تحت كده كويس اهي. دي كده تمام. هشوف دي تمام اهي ما شاء الله جذورهم كويسة جدا. وهنا برضو اشيل اي حاجة في الجزئية اللي تحت اهو تمام. يبقى احنا كده معانا 3 فروع نعناع جذورهم كويسة وقوية. انا هعمل ايه بقى؟ هجيب الصيص اللي انا هزرع فيه وانا حاطة فيه هنا شرب على رمل. هزود بس شوية، هزود الكمية للآخر تقريبا يعني هسيب حاجة بسيطة. بسم الله. اهيت انا كده يعني ايه سايبه جزئيه بسيطه خالص محتاجه يتحط فيها رمل. هجيب الميه واسقي غمر. بسم الله. اسقي غمر. استنى لما الميه تتشرب كده تمام اهو. الميه اتشربت. هجيب بقى عود من النعناع اللي انا زرعاه وهحط الجذور كده بالعرض. الجدر كده هيتحط بالعرض مش هيتحط بالطول كده، هيتحط بالعرض اهو بالشكل ده كده. ونحاول نخلي العود الاخضر على قد ما نقدر فوق التربه مش تحت التربه. كل العيدان هنحطها بالشكل ده. ال3 عيدان هنحطها كلها الجذور بالعرض ونخلي الجزء الاخضر على قد ما نقدر فوق التربه. انا هعمل ايه دلوقتي؟ هغطي على العيدان دي بالتربه كده بالراحه خالص اهي. بسم الله. هقصر العود ده شويه لانه طويل اهو، فانا هقصره من فوق شويه صغيرين. بسم الله. وبس كده. هسقي بقى سقيه خفيفه خالص. ناخد بالنا كده نرش بايدينا علشان الجذور ما تتحركش بقى من مكانها. احنا خلاص سقينا سقينا في الاول التربه من اصلها من تحت غمر. فانا دلوقتي هسقي بس شويه اللي احنا حاطينهم من فوق، شويه التربه اللي احنا حاطينهم من فوق سقيه خفيفه بس كده تمام. كده ال3 عيدان عندنا اتزرعوا وان شاء الله ينجحوا ويمشوا معانا بشكل كويس. والنعناع بيمشي ان شاء الله في التربه كويس جدا. اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا هناخده ونحطه في ارضيه البلكونه في شمس هاديه خالص، في شمس هاديه او اضاءه النهار من غير شمس لحد ما العيدان تمسك ونبدا نشوف نموات جديده من فوق. اول ما نشوف نموات جديده من فوق والعيدان بدات تمسك نبدا نزود عليه الشمس تدريجيا من يعني مثلا من ساعه ل3 ساعات يوميا. وبكده نكون خلصنا النعناع من اول التجزير لحد ان شاء الله كوبايه الشاي.
ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم وافادكم. في نقطة بس اخيرة، ده يعني ايه، دي بعملها من ناحيتي انا علشان العصافير عندي بتاكل النعناع، وكل ما بزرع النعناع بيتاكل فبقوم حاطه خشبتين كده وبحط عليه شبكة من فوق بالشكل ده. بس ده يعني ايه، بعمل الموضوع ده لما ببدأ اعرضه للشمس، لكن دلوقتي انا هحطه كده كده في ارضية البلكونة، فمش هحتاج الشبكة دي دلوقتي. قلت يعني اقول لكم الفكرة ديت لو حابين تنفذوها عند لما تزرعوا نعناع عشان العصافير بتاكله. بس كده ويكون الفيديو بتاعنا خلص. اشوفكم مرة تانية، مع السلامة.